يؤسسها من تونس. مهاب عزيزي مدربة في تطوير الذات ومنسقة لمة رمضان 6. نتيجة: الدكتور محمد سعد عبد السلام الجدي، دكتور في مجال تنمية الموارد البشرية. من فلسطين: رشا خالد البيطار، أخصائية تربية خاصة. من تونس: نسرين بن عياد، مستشارة تدريب بالوكالة التونسية للتكوين المهني. من تونس: ياسمين الخضيرة، أخصائية في علم النفس. من مصر: الدكتور عبد الباسط عباس محمد، دكتور في الصحة النفسية والتربية الخاصة. من المغرب: غازي الغازي، دكتور في الصحة النفسية والمهارات الحياتية. من تونس: ريم الجريدي، مساعدة بيداغوجية. من تونس: انتظار القبي، مدربة تنمية ذاتية. ضيف الشرف لهذه الدورة الأستاذ رضا بن عايشة، مؤسس لمة رمضان. صحة شريبتكم الناس الكل، بيكم مرحبا مدام انتظار عسلامة عائلتنا، عائلة لمة رمضان. احنا اليوم تقريبا نصل إلى الحلقات النهائية لهذه اللمة في مسارنا المعرفي والتربوي. حضوركم معنا كل ليلة هو وقود الحقيقي لنجاح هذه اللمة، هو الدليل على وعيكم وحرصكم على أنكم تكونوا إنسانيين في تعاملاتكم مع أنفسكم وأبنائكم. كما رفعنا شعارنا ذكاؤنا في إنسانيتنا، شكرا لكل من آمن بالفكرة متاعنا والكل من خصص من وقته الثمين ليرتقي بوعيه التربوي معنا. سهراتنا الليلة هي مسك ختام المحاضرات المعرفية، وأردناها أن تكون سهرة وجدانية بامتياز تعيدنا إلى جوهر الأسرة. يسعدنا أن أرحب بالزميلة العزيزة التي لم تكتفي بكونها محاضرة في لمة رمضان، بل هي ركن أساسي في نجاح لمة رمضان، كل لمة رمضان تقريبا. هي شخصية متعددة الأبعاد المعرفية، ولعلي أستعرض بعضا من مسيرتها حتى ترون يعكس هذا حجم الثراء الذي ستقدمه لنا الليلة. فهي أستاذة رياضيات، وهذا يمنحها طرحا تربويا دقيقا ومنطقية عالية، مدربة في البرمجة اللغوية العصبية، مرشدة أسرية وتربوية، لها خبرة في التعامل مع ديناميكية العلاقات داخل البيت، مدربة في التفوق الدراسي والمذاكرة الحديثة، تملك أدوات العملية لمساعدة التلاميذ على النجاح، مدربة الذاكرة ومدربة حساب ذهني SDMAT، متخصصة في تطوير القدرات الذهنية والعقلية للأطفال، مرافقة ومدربة تربوية لصعوبات التعلم، وهي ميزة هامة جدا تجعلها تدرك الفروق الفردية بين الأبناء وكيفية احتوائهم وجدانيا مهما كانت تحدياتهم الدراسية. وهي أيضا عضو في فريق تنظيم لمة رمضان، وهي مسؤولة على الإخراج الفني الراقي والموحد لمداخلاتنا على شكل العروض اللي باوربوينت، بالتعاون مع الأستاذة والصديقة العزيزة ريم الجريدي. أستاذة انتظار القبي بكل هذه الخبرات سوف تحدثنا الليلة عن موضوع يمس جوهر علاقتنا بأبنائنا. الهدف من هذه المداخلة اليوم هو التعرف بعمق على مفهوم الاحتواء الوجداني للأبناء، وإدراك مدى أهمية التوازن النفسي
مع تقديم خطوات عملية وتطبيقية تجعل من بيوتنا ملاذا آمنا وصادقا لهم، في مداخلة بعنوان الاحتواء الوجداني للأبناء كملاذ آمنا وصادق. تفضلي معنا أستاذة انتظار، مرحبا بك. الميكرو مدام انتظار، الميكرو. شكرا أستاذة ريم، سامحني. شكرا أختي العزيزة مها، يعطيك الصحة على هذا التقديم اللي بالحق مسني من داخل، فنحب نشكرك عليه. وبالطبيعة نحب نرحب بجميع الحضور في هذه السهرة الاختتامية للمة رمضان 6، والذي كان لي الشرف أن أقدمها. هنا نحب نقول أنه في كل مرة احنا نتسائلوا بعض الأسئلة حول علاقتنا بأبنائنا. اللي سمعتوا المحاضرات السابقة اللي احنا شفناهم وحضرناهم أو حتى حضرنا البعض منهم، في جميع المحاضرات هنا توجد إشكالية اللي هي علاقة الآباء بالأبناء. كيف نتعامل مع أبنائنا في هذا العصر الرقمي كان نجم نقولوا. والأستاذة ريم البارح كانت حكيت لنا ووفات وكفات يعطيها الصحة في هذا الجانب، وخاصة من ناحية الصحة النفسية للوالدين. الآن باش نشوفوا محاضرة بعنوان اللي باش نواصلوا فيها الحديث عن هذا الموضوع، ولكن هنا باش نتطرقوا إلى جانب آخر واللي هو الاحتواء الوجداني للأبناء كملاذ آمنا وصادقا. إذا مرحبا بكم، وإن شاء الله تكون محاضرة تفاعلية، يعني في بعض الأحيان باش نطرح أسئلة، فالرجاء منكم وبكل لطف أن ندخلوا للإجابة على بعض الأسئلة التي سأطرحها خلال هذه المحاضرة. إذا معكم انتظار القبي لتقديم محاضرة بعنوان الاحتواء الوجداني للأبناء كملاذ آمنا وصادقا. محاضرتنا لهذه الليلة ستنطلق بسؤال. قبل ما نتطرق إلى محاور محاضرتنا، نحب نسأل سؤال: عندما يخطئ أبناؤنا هل يخافون منا أم يأتون إلينا؟ سؤال نحب هكا يقعد نسأله في أنفسنا ويتبادر لذهننا في الوقت الكل. السؤال مهم ومهم جدا، هو بسيط ولكن فيه عمق كبير. فإحنا نسأل أنفسنا عندما يخطئ أولادنا وأبنائنا وأطفالنا، هل أنهم يلجؤون إلينا أم أنهم يخافون منا؟ إذن هذا سؤال نحاولوا أنه نجاوب عليه من خلال المحاضرة، وبطبيعة كل واحد فينا باش يسأل نفسه هذا السؤال. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. صدق الله مولانا العظيم. هنا نشوفوا أهمية اللين في حياتنا، وأنه ديننا الحنيف ونحن في شهر الصيام وفي شهر رمضان المبارك، وأكيد أنه ديننا يحث على الرحمة. فاللين لم يكن ضعفا بل هو أثر للرحمة، ونحن كأولياء علينا أن نكون رحيمين بأبنائنا، وهذا ما نص عليه ديننا الحنيف. محاضرتنا هذه الليلة ستحتوي على المحاور التالية. أولا سنقوم بتعريف الاحتواء الوجداني، ثم أهمية الاحتواء الوجداني. سنتعرض كذلك إلى مخاطر نقص الاحتواء الوجداني، بعض المخاطر طبعا. سأعطي بعض الخطوات العملية للاحتواء الوجداني، وكذلك بعض الأدوات والتمارين اليومية للاحتواء الوجداني. فالسؤال الأول: ما هو الاحتواء الوجداني؟
الاحتواء الوجداني هو القدرة على فهم مشاعر الآخرين، تقبلها والاستجابة لها بطريقة داعمة ومطمئنة. واللي هنا نذكروه وعلينا أن نتطرق إليه أن الاحتواء الوجداني يشمل الاستماع النشط، التعاطف، توفير الدعم العاطفي بدون، وهذا مهم جدا، بدون حكم أو انتقاد. أن احنا نستمع لأبنائنا، أن احنا نتعاطفوا معهم، أن نوفروا لهم الدعم، ولكن ما نحكموش عليهم، لأنه تنشوفوا فيما بعد أن احنا نحكموا بطريقة خاطئة. هنا دورنا احنا كأولياء أن لا نحتوي السلوك أولا، ولكن أن نحتوي الشعور الذي يقف خلفه. فنحن ما نراه من أبنائنا هو سلوكهم، أن يشوفوه الخارجي هو السلوك، ولكن هل أننا نتسائل السؤال هذا؟ لماذا قام ابني بردة الفعل التالية مثلا، أو لماذا قام ابني بهذا السلوك؟ ما الذي وراء ذلك السلوك؟ ما هو الشعور الكامن وراء السلوك الذي قام به ابني؟ هذا أول سؤال يجب أن يتبادر لأذهاننا نحن كأولياء. وهنا نحب نذكر بيئتين اللي يمكن أنه ولا نعطي هنا باش نعطي زوز أمثلة. بالنسبة لبيئة ناقدة، احنا كأولياء نشوفوا زوز تصرفات أو نشوفوا ردات أفعال من الولي بطريقتين مختلفتين. فيمكن أنه الولي يكون ناقد دائما ينقد، أو يمكن أنه يكون ولي داعم. فخلينا نشوفوا كيف تكون البيئة الناقدة وكيف تكون البيئة الاحتوائية. وهنا نحب نطلب منكم بكل لطف أنه احنا نغمضوا عينينا للحظة هكا شوية ونسمعوا اللي باش نقول. وشكرا لكم. نحبكم تتخيلوا أنفسكم الآن أن الكل طفل عمره 8 سنوات عاد للمنزل وكانت نتيجته في الامتحان ضعيفة، يعني ما تحصلش على عدد يرضي الولي أو يرضيه هو، يعني كانت نتائجه في الامتحان ضعيفة. دخل المنزل، الولي متاعه قال له انت ديما فاشل، علاش ما تكونش كي غيرك؟ علاش انت خيبت الامل متاعي؟ علاش؟ وعاركو وقعد يعارك فيه. توا نفتحوا اعيننا، ولو ممكن تقولوا لي شنو شعرتوا في هذه اللحظة؟ لو ممكن تدخل أو اثنين، لأني أنا مانيش نشوف في الشات أستاذة مها. لو ممكن تكتبوا لي. أي معك كان كتبوا تو نقرأ لك باهي الكومنتاريات، لا برفع الأيادي ينجموا يتكلموا زاد. إذا ما هو الشعور اللي شعرنا به وقت اللي تخيلنا أنفسنا طفل عمره 8 سنوات عاد للمنزل بنتيجة غير مرضية؟ أستاذة ريم تفضل. صحة شيبتكم، مرحبا بك مدام انتظار. شعرت ما رجعتني سنين لتالي بالحق، وشعرت توا في المومون شعوري توا اللي أنا قمت بشوية ظلمت الصغير اللي في وقت من الأوقات من هذا بالحق. في وقتها ما نعرفش الإحساس بخيبة الأمل، ولا كما قلت أنت معناها. أما توا حاسة اللي أنا ظلمته، اللي أنا ما حقنيش في الدقيقة هذه. وقت اللي أنت يعطيك صحة، شكرا مدام ريم، يعني وقت اللي أنت وضعت نفسك في مكانه هو في تلك اللحظة، فأنت هنا حسيت أنك أنت ظلمته في ذلك الوقت، لأنه هو حسب رأيك بماذا كان يشعر في تلك اللحظة ابنك أو بنتك أستاذة ريم؟
بنتك يعني ما كناش نعطيو، ما كناش مش نعطيو قيمة، ما كناش نحطوا رواحنا في بقعتهم ونعيشوا الحالة هي بيدها، ما بالضبط. كناش جوستومون. هذا هو. شكرا، يعطيك الصحة. إذا هنا حسب نقرا لك رأيكم. وي تفضل. نقرا لك بعض الكومنتات. أي تفضل أستاذة مهي. طبعا قالت إحباط وقررت ما عادش باش نحكي لأهلي إذا كان هي جات عمرها 8 سنين طبعا. سي سامي قال شعور بالنقص وخاصة بالاغتراب. مدام سلوى بن سليمة قالت إحساس بالإهانة والظلم. مدام حنان قالت الإحساس بعدم الانتماء. شكرا لكم، يعطيكم الصحة على تفاعلكم وإثراءكم هذه المحاضرة. شكرا لك أستاذة مها. إذا هنا حسب رأيكم، هل أنه هذا الطفل في تلك اللحظة أو فيما بعد، وكما تفضلتوا وتكرمتوا وقلتوا أنه صغير هذا ما عادش باش يحكي للولي نتاعو، ما عادش باش يكون صريح معاه، ما عادش باش يقول له. إذا هنا شنو باش يصير له؟ كذلك هو باش يشعر بالظلم. إذا هنا باش يحس بضغط، ممكن هنا ضغط نفسي، باش تقل ثقته في نفسه، الدافعية متاعه للعمل باش تنخفض. إذا هنا نشوفوا أنه هذا الطفل هو باش يكون بالحق مقاوم لعملية التعلم، فيمكن أنه هو في الحالة هذه ينفر حتى من عملية التعلم. توا خلينا نمشيو البيئة، بيئة احتوائية، باش نشوفوا هنا الفرق ما بين البيئتين. توا باش نرجعوا نغمضوا عينينا ونعيشوا نفس الوضعية، يعني أن احنا نتخيلوا أنفسنا طفل عمره 8 سنوات كيف عاد إلى المنزل بنتيجة لم تكن في المستوى المطلوب. إذا دخل المنزل، الولي متاعو قال له أنا نشوف اللي أنت بالحق مثابر، أنك أنت خدمت، قمت باللي عليك. خليني نعرف أنت توا تشعر بخيبة أمل؟ به أي أما خلينا نفهموا ونحاولوا مع بعضنا نشوفوا ما هي الأسباب اللي خليتك تتحصل على هذه النتيجة. طب لو ممكن نفتحوا أعيننا كيف نحاولوا أن نذكروا الشعور متاعنا. هل أنه تغير من المثال السابق، أو أن شعرنا بنفس الشعور كما شعرنا في المثال السابق؟ يلا شكون يدخل أو بتشات، يعني اللي يحب يكتب مرحبا بي. أستاذة مها بعد إذنك لو ممكن تقرأ لي المساجات كان فما. طبعا مازالوا به. هل نشعر بنفس الشعور في الحالة الثانية، نفس الشعور اللي شعرنا به لو احنا أبناء في 8 من عمرنا؟ نتخيلوه الموقف هذايا، نحطوه هكا في ذهننا وفي مخيلتنا. أكيد نتصور. تفضل. إذا مدام نيرة قالت مفرح ونحاول نتدارك الأمر. قال سامي لا يعني لا ماهوش نفس الشعور. بالعكس نحاول القيام بجهد مضاعف ومازالوا يكتبوا. كان شكرا لهم، يعطيك الصحة. تفضل. إذا نواصلوا. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، وإن شاء الله كي يكملوا من بعد نرجعوا للمداخلات نتاعهم. شكرا لكم. إذا هنا نلاحظوا أنه في البيئة الناقدة ركزوا على الخطأ، أن احنا نستعملوا عبارات لوم ومقارنة، أنه احنا نثير في أبنائنا الخجل، الخوف، ونفعل استجابة التهديد. وهنا أكيد أنه أبنائنا باش تولي تخاف منا. وهنا نجاوبوا على السؤال اللي سألته أنا في أول المحاضرة، هي هل أبنائنا يلتجؤون أو يخافوا منا؟ في البيئة هذه أبنائنا بطبيعة باش تخاف منا وباش تهرب وباش تنفر وباش تقل ثقتها بأنفسها. ولكن في المقابل في البيئة الاحتوائية نلاحظوا أنه هناك اعتراف بالمشاعر. أول شيء أنه الولي اعترف بمشاعر ابنه،
فقالوا هل تشعر بخيبة أمل؟ أول حاجة يعني هو فهمه، هو عارف الشعور اللي حاسس به ابنه. كيف حاجة أخرى ومهمة جدا هي أنه الولي يفصل ما بين شعور ابنه وما بين السلوك اللي قام به، أو ما بين النتيجة اللي تحصل عليها ابنه. إذا سلوكه فهم، شعوره فهمه وفهم اللي يحس به ابنه، ولكن السلوك أو النتيجة اللي تحصل عليها ابنه باش يبحث على الأسباب اللي وراء تلك النتيجة. كيف هنا حدود واضحة بنبرة هادئة، ما استعملش نبرة حادة مع ابنه، وأكيد أن نفعل الأمان النفسي حتى يشعر ابنه بالأمان. وهنا حسب رأيكم أي نوع من البيئة يساعد الطفل على النجاح الحقيقي؟ نشوف إذا كان البيئة الأولى أو الثانية حسب رأيكم. يظهر لي الناس كل متفقين معايا أنه البيئة الاحتوائية هي البيئة المناسبة والتي تساعد الطفل على النجاح. إذن هنا البيئة الاحتوائية تجعل ابني يتعرف إلى مشاعره، ينظم انفعالاته، لديه رغبة في المحاولة وليس الانسحاب كما قلنا قبل، فهو سينمو بطريقة صحية. ينمو بطريقة صحية، وهذا الكل قلناه واللي ذكرناه الكل من الناحية العاطفية والوجدانية، لكن دراسات في علم الأعصاب تثبت أن هذا الطفل الذي يكون محتوى وجدانيا فإنه يقلل من تفعيل نظام التهديد في الدماغ. احنا هنا إذا كان إنسان تحت التهديد، احنا ككبار إذا كنا تحت التهديد هل يمكن أن نشتغل؟ هل يمكن أن ننجو؟ يظهر لي الكلنا نعرفوا أنه لا يمكن ذلك. فالشعور بالأمان الداخلي اللي يمنحه الولي الابن هو يدعم توازن الجهاز العصبي وتنظيم الانفعالات. كذلك الطفل عندما يشعر بالأمان فإنه ينخفض إفراز الكورتيزول والأدرينالين اللي هما نعرفون فما عنا ناقلات عصبية وعنا هرمونات كذلك اللي هي تساهم في أن احنا نفعلوا نظام التهديد في الدماغ اللي من بينهم اللي ذكرناهم. فبالتالي وقت اللي ينخفض مستوى الكورتيزول والأدرينالين فإن هذا يسمح للدماغ بالانتقال من وضعية البقاء إلى وضعية التعلم والنمو. فهنا لا يمكن للدماغ أن يتعلم تحت التهديد، ولكنه يتعلم في بيئة يشعر فيها بالأمان. يظهر لي هنا واضح الأهمية الأولى لهذا الاحتواء الوجداني للأبناء. كذلك إلى جانب الجانب العصبي فإن الاحتواء الوجداني كذلك يؤثر على نفسية هذا الطفل. فالاحتواء الوجداني يساهم في تعزيز المرونة النفسية والقدرة على التكيف. هو أيضا ينمي الذكاء العاطفي وفهم المشاعر حتى أنه يتمكن من تطوير مهارات إدارة الصراعات. فابننا هنا يتمكن من إدارة الصراعات، يدعم كذلك بناء علاقات صحية ويمهد للنجاح الشخصي والمهني لابننا. وهذا سيؤثر في المستقبل على ابننا عندما يصبح في عمر المراهقة أو يصبح إنسان راشد. فهذا يساعد الاحتواء الوجداني من الأولياء، سيساعد هذا الطفل في مستقبله. إلى جانب الجانب العصبي والجانب النفسي فللاحتواء الوجداني تأثير على الأداء الاجتماعي للأطفال. وأطفالنا هنا نعرفوا أنهم هما في المدارس، في المعاهد، في المؤسسات التربوية بصفة عامة، حتى في الروضة يعني قبل التمدرس. فالأطفال المحتوون عاطفيا يظهرون
تعاون ومشاركة أفضل مع زملائهم، قدرة أعلى على بناء علاقات إيجابية مع الأطفال الآخرين، يستطيعون التحكم في انفعالاتهم. يعني أنه ابني وقت اللي يغضب فإنه هو ما يردش الفعل بطريقة عنيفة مثلا، وكذلك يقل لديهم السلوك العدواني أو الانعزالي. وهذا الكل سيكون له تأثير على هذا الطفل في مرحلة الرشد، فهو سيصبح راض عن الحياة، أنه هو باش يشعر بالرضا على نفسه، على حياته، على كل ما يدور به، أو على البيئة حتى اللي هو موجود فيها. لأنه احنا هنا نلاحظوا أنه يوجد أبناء أنهم هم حتى ما همش راضين حتى على عائلاتهم، حتى على المدرسة اللي هم متواجدين فيها. فالاحتواء الوجداني يمكنهم من رضا أعلى عن الحياة. كذلك تصبح لديهم صحة نفسية أكثر استقرار، علاقاتهم تصبح أكثر نضج واستقرار أيضا، يصبح لديهم كفاءة أفضل في مواجهة التحديات. فالاحتواء الوجداني يمكن ابني ويساعده على أنه هو يواجه التحديات، أنه هو يحل المشكلات اللي تعترضه في حياته اليومية. كذلك تنخفض احتمالية الاضطرابات النفسية المزمنة اللي توا نلاحظوا أنها موجودة بكثرة في وقتنا الحالي لدى العديد من الأبناء. وخاصة بالحق أنا معناه نحكي في هذا لأني أنا كأستاذة، وكما ذكرت الأستاذة مها في التقديم، قاعدة نشوف في العديد من الحالات اللي بالحق تعاني من عدم الاحتواء الوجداني. إذن احتواء في الطفولة فسيؤدي إلى بناء داخلي متين، وبالطبع نجاح واستقرار في مرحلة الرشد. إحصائيات تقول أن الأطفال الذين يتلقون الاحتواء العاطفي يظهرون ذكاء عاطفيا أعلى بنسبة 40% من الأطفال الآخرين، أي الأطفال الذين لا يتلقون احتواء عاطفيا. هنا نشوفوا الأهمية للاحتواء، أهمية الاحتواء الوجداني. فنحن كأولياء علينا أن نكون على دراية وعلى خبرة بكيفية احتواء أبنائنا كي نتمكن من مساعدتهم على أن يصبحوا على أن يكونوا ناجحين في مستقبلهم. وهنا قلنا أنه توجد العديد من المخاطر من نقص الاحتواء، وأنا أكدت أن كأولياء علينا أن نكون على دراية وأن نساهم في احتواء أبنائنا، لأنه إذا كان احنا ما احتويناهمش فإنه يمكن لابني أنه يصبح ليس لديه ثقة بنفسه، أنه تكون عنده مشكلات في العلاقات، أنه تزيد في التعرض ابني للاضطرابات، أن تصبح لديه اضطرابات أو مشاكل حتى في التواصل مع زملائه أو حتى مع عائلته. وهنا هذا بعض الأمثلة، ولكن توجد العديد، أنا فقط ذكرت البعض نظرا لضيق الوقت، ولكن يوجد والعديد من المخاطر لنقص الاحتواء الوجداني. وهذا اللي خلاني باش نذكر قصة طفل اسمه ياسين، وهو يهرب إلى الشاشة. نشوفوا القصة مع بعضنا، نسمع القصة مع بعضنا ومن بعد نتناقش. إذن ياسين هو طفل عمره 14 سنة، وكان تلميذ متفوق في الابتدائي، ولكن في السنة الأولى إعدادي بدأ يتغير. لاحظوا عائلته لاحظت أنه هو ولا يقضي ساعات طويلة في الألعاب الإلكترونية، أنه هو أصبح يسهر إلى الساعة 3 صباحا، انخفض معدله، نتائجه الدراسية تدهورت، أصبح سريع الغضب، منعزل. الأب متاعه كان يشاهد كل هذا، وهو يقول ابني أصبح مدمن، ابني أصبح مستهتر، ابني ينتمي لجيل ضائع.
وفي إحدى الليالي دخل الأب غرفة ابنه فجأة وانتزع الهاتف من يده، يعني خذله الهاتف وعيط عليه وقال له ضيعت مستقبلك وانتي ما تعمل في حتى شيء، كان تلعب. ياسين ما كلموش، ما ناقشوش، لكن قال جملة واحدة فقط. قال على الأقل، يعني بصوت منخفض، قالت لي على الأقل في اللعبة أنا ناجح. هو بو قال له ضيعت مستقبلك وانت ما تعمل في حتى شيء، فياسين جاوب كأنه جاوب نفسه هو ياسين في نهاية الأمر، وقال على الأقل في اللعبة أنا ناجح. الأولياء هنا التجؤوا إلى مختص وعرضوا عليه حالة ابنهم. اسأل ياسين المختص وقال له اللعبة هذه شنو تعطيك، شنو هي الحاجات اللي تعطيهم لك اللعبة وما لقيتهمش انت لبرا، ما لقيتهمش خارج تلك اللعبة؟ قال له ياسين، قال له وقت اللي أنا نفوز الفريق يهنيني، وقت اللي أنا نخسر نحاول مرة أخرى، وحتى حد ما يقول لي راك فشلت. لكن في الدار كنت نسمع انت تبدلت، انت ما عادش نعرفوك، انت خيبت املنا، في حين انه في العالم الافتراضي يعني في اللعبه ايش كان يسمع؟ كان يسمع صحيت، احسنت، انت قائد الفريق، نحن نثق بك. هذه قصه ياسين. خلينا هنا نشوفوا علاش ياسين كان مدمن لهذه اللعبه. ياسين ما كانش مدمن اللعبة اللي لاحظوه هنا. ترى بيه خلينا نتفاعلوا شوية وبعد نرجعوا. يلا ترى شنو، خليني نسمع رأيكم في هذه القصة. شنو اللي نجموا نستنتجوه من خلال قصة ياسين اللي ذكرتها الآن. يلا ترى نتفاعلوا شوية مع بعضنا. أستاذة وردة تفضل، مرحبا بيك، صحة شريبتك. صحة شريبتك مدام انتظار. صحة شريبتكم الناس الكل. والله يعطيك الصحة على المحاضرة. حبيت نسألك أنا وقت لي معناتها تكون ردة الفعل الوالدين خايبة وتكون ديجا انعكست على الطفل، معناتها ردة الفعل هذه خايبة، اسكو نجموا في مرحلة ان نراجعوا سلوك الطفل ولا ونجموا معناتها مثلا انا كأم يعني عرفت روحي انا مثلا غلطت في طفلي، معناتها كيف تصرفت معاه في التصرف هذايا، فهمتي؟ كيفاش نجم نصلح غلطي ويتصلح سلوك ابني؟ هذا هو سؤال، ويرحم والديك، وشكرا وعلى المحاضرة، يعطيك الصحة. عايشك، شكرا ليك أستاذة وردة. لو ممكن أبقى معنا إن شاء الله تلقى الإجابة متاعك من خلال المحاضرة، وكان وكان الإجابة ما كانتش كافية بالنسبة ليك، يمكن أنك أنت تعاود تسألني نجاوبك، ما فما حتى إشكال. مرحبا بك أستاذة وردة. تفضل دكتور عبد الباسط يظهر لي. نعم، من دكتور عبد الباسط. السلام تفضل عليكم. دكتور. وعليكم السلام. طبعا شكرا أخت انتظار على المحاضرة القيمة اللي هي طعامة بالصور، والصور بتحكي طبعا مسائل كتير، لكن أنا أتداخل في حتة بسيطة، إن كل ما يفعله الطفل فهو من الأسرة، فهو من المنزل. الطفل طول ما هو قاعد في المنزل بيراقب، بيحفظ، بيخزن كل تصرفات الأسرة. صحيح. فبياخد التصرفات دي سواء ايجابيه. دايما احنا بنقول ان الطفل في الثلاث سنين الاولى بيخزن الى ان يدرك ما خزنه ويبقى يطلعه. الحاجه الاخيره عشان ما اطولش عليكي، ان اغلبيه الاسر هي اللي خلت ابنائها يتمنوا على هذه الموبايلات، او ان احنا بنديها لهم عشان احنا نستريح او عشان خاطر يسكت. ولكن هو الولد فعلا لقي الشاشه اللي انت القصه اللي حكيتيها قصه جميله، لقي الشاشه بتديله كيان، بتديله وضعه، بتشجعه وبتديله تشجيع، فطبعا حبها اكثر من الاسره. شكرا على الاضافه.
عايشك، شكرا ليك دكتور، يعطيك الصحة على هذه الإضافة، شكرا ليك. أستاذة مها تفضل. باش نقرأ لك بعض الكومنتارات في هذا السؤال. يوصل الطفل يكره والديه ويملى وقته بالإدمان على الشاشة للأسف. مدام حنان هكا قالت. قال سي سامي غياب الحوار داخل الأسرة يؤدي إلى العزلة السلبية. مدام حنان زادة قالت يلوج على الأمان والراحة النفسية بالانعزال عنهم. مدام ريم قالت التشجيع وعدم اللوم هما الحافزان الأساسيين للوصول إلى النجاح. سي سامي قال تراكمات الإهمال أيضا تؤدي إلى تراكم الاضطرابات النفسية والسلوكية والتشوهات الفكرية. تفضل مدام انتظار. يعطيهم الصحة، شكرا لكم. نعم هذا هذا هو. إذا هنا نلاحظوا أنه هذا الطفل كان يبحث عن ملاذ آمن بالنسبة له، فالعائلة بالنسبة لي ليست ملاذه الآمن، بل أنه الشاشة هي الملاذ. ولكن هنا علينا أن نفهم أنه الطفل ما كانش مدمن على اللعبة. هو الإدمان ماهوش في اللعبة، الإدمان هو في الشعور الذي تمنحه له تلك الألعاب. الاحتواء اللي موجودوش وما كانش متوفر ليه في الواقع فهو بحث عنه في العالم الافتراضي. هنا نجموا نقولوا اللي المراهق راهو ما يهربش من البيت، ما يهربش من الدار، ما يهربش من العائلة على خاطر الشاشة. احنا نشوفه في التليفون لكن هو مش على خاطر الشاشة، لا، هو يهرب من شعور بداخله غير محتوى، من حاجة ما تلبتلوش. وتنشوفوا الاحتياجات بالنسبة لأبنائنا. إذن ولكن هنا يلقاها هو في العالم الافتراضي، لأنه العالم الافتراضي يوفر له اعتراف، يقولوا أنت ناجح، يعترف به ككيان كهوية، يعني إنسان موجود ويقول له راك أنت موجود في نهاية الأمر، يعني بين ظفرين يمكنوا من الانتماء. ولهذا تنشوفوه في الاحتياجات من بعد، في احتياجات الطفل يعطيه مكافأة فورية. فهنا اللي احنا ما نوفروهاش، اللي العائلة ما وفرتهالوش، وهذاك علاش ابننا يلجأ إلى مكان آخر يوفر له الأمان، يوفر له الانتماء، ويتمكن من تلبية احتياجاته في ذلك العالم الافتراضي. إذن هذا بالنسبة لي ياسين. احنا خذينا مثال ياسين حتى نعرفوا أو نشوفوا أو نتمكنوا من أن نعرفوا أنه ذلك الطفل لا يهرب إلى الشاشة، ولكن هو لديه شعور. فاحنا هنا لا نلاحظ إلا السلوك. الأولياء لا تشاهد إلا سلوك أبنائها، لا ترى إلا أو لا تسمع إلا الكلمات، هي فقط تشاهد لغة الجسد، بعض الإيماءات اللي يقوم بها ابنها، طريقة التحدث اللي يتحدث بها ابنها. في بعض الأحيان تقول لك علاش هو أصبح يتصرف بهذه الطريقة، ولكن ما خفي كان أعظم. وهنا النموذج هذا نشوفوه في نموذج الجليد في السلوك البشري. إذن هذا اللي نشوفوه في الجزء الظاهر في هذا الجبل، ولكن ما خفي تحت هذا المستوى يوجد العديد والعديد من السلوكيات والممارسات، التصرفات والمواقف ابننا لديه أو تربى أو برمج على جملة من المعتقدات، على جملة من القيم، على تحيزات معينة، على تعاملات معينة، لديه خبرات معينة. كل هذا هو وراء ذلك السلوك أو تلك الكلمات أو ردات الأفعال. وهذا اللي قاله الدكتور عبد الباسط يعطيه الصحة، أنه ابننا يعني منذ 3 سنوات، منذ ال3 سنوات الأولى هو كالإسفنجة، فهو يمتص ويخزن كل ما يوجد حوله. إذن كيف توجد العديد من المخاوف، توجد العديد من الأحلام لدى أبنائنا، توجد مشاعر
مشاعرهم، علينا أن نتعرف إلى المشاعر اللي وراء ذلك السلوك، وهذا اللي قاعد نقول فيه من أول محاضرتي. كذلك لديه العديد من الاحتياجات، هو لديه مزاجه يمكن أن يكون متقلب في بعض الأحيان. فبما أن احنا هنا حكينا أنه ابننا لديه العديد من الاحتياجات، واللي الشاشات أو العالم الافتراضي يمكن ابني من أنه هو يلبيها، فخلينا نتعرفوا ما هي احتياجات ابني باش نشوفوا احتياجات الأبناء وفقا لهرم ماسلو. يقول لنا في هرم ماسلو الاحتياجات الفيزيولوجية أولا مثل الأكل والشرب والنوم. كذلك ابني محتاج إلى الأمان، فعلينا أن نوفر له ذلك الأمان، وعلينا أن نكون ملاذا آمنا له. هو يحتاج الحب والانتماء، يحتاج أن يشعر أنه محبوب، وأن يحب كذلك تلك العائلة أو الأصدقاء، أنه محبوب من العائلة، محبوب من العائلة المصغرة، من العائلة الكبيرة، من الأصدقاء، من المحيطين به. أيضا ابني يريد أن يشعر بالتقدير، وهذا اللي شفناه في مثال ياسين. وأيضا ابني محتاج أن يحقق ذاته. إذن هذه احتياجات أبنائنا وأطفالنا، فعلينا أن ننتبه وأن نحاول أن نلبي هذه الاحتياجات حتى لا يبحث ابني عنها خارج العائلة. وبما أنه علينا أن نلبي احتياجات أبنائنا ونحاول تلبيتها، فأكيد أنه في مرحلة أولى علينا أن نقف وقفة احتواء لذواتنا. قبل ما نمر لأبنائنا علينا أن نحتوي ذواتنا، أن نكون على دراية بأنفسنا، أن احنا نفهموا أرواحنا، أن احنا نحاولوا نكونوا واعين على الأقل، حتى لا تكون ردات أفعالنا تكون عنيفة في بعض الأحيان. هنا نقف مع روحي، فأنا باش نحتوي نفسي قبل ما نحتوي ابني. كذلك علينا أن ننظر إلى ما تحت جبل الجليد اللي شفناه، واللي احنا قلنا جزء فقط منه ظاهر، يعني السلوك اللي احنا نشوفوه، ولكن مشاعر ابني، لماذا تلك التصرفات؟ فهنا علينا أن ننظر إلى ما وراء ذلك. نسمي الشعور باسمه، فابني إذا كان عرف شعوره في تلك اللحظة فأكيد أنه باش يهدى، فأكيد أنه باش يتصرف بأنه باش يحتوي ذاته، وأنه هو باش يقلل من انفعالاته. كذلك التحقق من المشاعر بالطبيعة احنا باش نسميوها ونتحقق منها. هنا علينا بالاتصال قبل التصحيح. أولا نتفق صح، نحلوا كان نجم نقول الموقف أو ردة فعل ابني، ثم فيما بعد نشوفوا ونبحث عن الحلول الممكنة. هنا نحب نلاحظ أنه خاطر هنا ممكن فما بعض الاختلاف، أو هنا فما شكون يقول الاحتواء العاطفي يعني هو نفسه الاحتواء الوجداني. حبيت هنا نلاحظ أنه الاحتواء العاطفي هو يهدئ اللحظة لأنه يهتم فقط بالمشاعر، في حين أنه الاحتواء الوجداني يهتم بالمشاعر وبما وراء تلك المشاعر. إذن هو يبني الإنسان. إذن الاحتواء الوجداني هو أكبر وأعمق من الاحتواء العاطفي. أكيد هنا باش نحاول نذكر بعض الأدوات العملية والتمارين اليومية للاحتواء الوجداني. فمثلا استعمال بعض عبارات الاحتواء التي تساعد أطفالنا على الشعور بأنهم بأمان، أنهم يفهموا مشاعرهم، أنهم يفهموا أنفسهم. كذلك أن نستعمل بعض الألعاب لتعزيز الروابط. هنا أن احنا نخصوا لاحظوا أنه في الوقت الحاضر يعني معناش برشا وقت باش نخصوه مع أن نقعدوا أو نجلسوا مع أبنائنا. فهنا من بين الأشياء اللي تساعد على الاحتواء الوجداني أن احنا نلعبوا معهم بعض الألعاب اللي تمكنهم وتمكننا احنا كذلك من بناء الاتصال العاطفي. كذلك نعود أبنائنا على بعض تقنيات التنفس
التنفس البسيطة اللي تمكنهم من أنهم هما يهدئوا من أنفسهم، لأنه التنفس يمكن من أنه نقصوا على الأقل من الغضب في تلك اللحظة. كذلك نحاولوا أن نجعل في المنزل بعض الطقوس، من بينها طقوس مهدئة قبل النوم باش تهدي وتمكن من أنه ابني يشعر بالأمان. وأنا باش نعطي مثال من تلك الطقوس اللي يمكن أنها تكون موجودة، هي الامتنان. نعلم ابني الامتنان منذ الطفولة. مثلا نضع كراس الامتنان، وكل ليلة قبل النوم نمتن ل3 أشياء موجودة عنا، أو 3 أشياء في ذلك اليوم حدثت لنا في ذلك اليوم، نمتن عليها لله سبحانه وتعالى. هذا مثلا في الأول، من بعد يمكن أن يكونوا 5، يمكن أن يكونوا أكثر، لأنه لو أردنا أن نحصي يعني نعم الله فلا يمكننا عدها. من بين الأدوات العملية طبعا للاحتواء الوجداني. وبما أن قلنا احنا عبارات، استعمال عبارات اللي هي تكون عبارات حول الاحتواء الوجداني، باش نحاولوا أنه احنا نغيروا طريقة الكلام اللي احنا نتحدثوا بها مع أبنائنا. فعوض أني نقول لابني كم مرة قلت لك أنا الكلام هذا، نبدل الجملة، نغيرها، نقولها له بطريقة أخرى. يظهر لي الأمر صعيب عليك، أما خلينا نجربه مرة أخرى مع بعضنا، ما يسالش. عوض أن يقول له أنت دائما مهمل، مثلا هو ما يرتبش غرفته، أنه هو أدواته ديما تكون ماهيش في مكانها، فنقول له أو أنه هو ما أكملش الواجب متاعه، نقول له أنا لاحظت اللي أنت واجبك ما كملش. يعني واجبه يمكن يكون في ترتيب غرفته، يمكن أن يكون في وضع أدواته، أنه يمكن يكون في واجباته المنزلية. فنقول له لاحظت لي أنت ما أكملتش الواجب متاعك، علاش؟ شنو اللي صار؟ في عوض نقول له، عوض أن يقول له أنت تصرفت بطريقة سيئة، نقول له راهو تصرفك هذا ما كانش مناسب، أما المرة الجاية يمكن أن احنا نصحه. هنا كيف ما هنا المقارنات، خاصة المقارنات والاستغناء عن المقارنات والابتعاد تماما على مقارنة طفلي بأطفال آخرين أو حتى بأخواته أو إخوته. عوض أن يقول له أخوك أفضل منك، نقول له أنت عندك طريقتك الخاصة، وأنا عندي ثقة فيك ونؤمن بقدراتك. أنا لاحظ أني ابني قاعد يبكي، والبكاء هنا هو طريقة من طرق التفريغ. هنا نقول له لا ما تبكيش، هذه حاجة تافهة، أو هذا شيء تافه. نقول له لا، أنا نشوف اللي أنت متضايق، أنا لاحظت اللي أنت متضايق، قل لي ميسالش، قل لي علاش، شو اللي تحس بيه باش تشعر أنت توا. هنا في عوض أني أنا نقول له راهو إذا كان أنت أخطأت فراك باش تتعاقب، نقول له لا، الخطأ هو فرصة أن احنا نتعلموا، أن احنا نحسنوا، أن احنا ناخذ دروس من الخطأ. فيوجد ما يسمى بالخطأ البناء، وهنا نبنيه على الخطأ. نحن نخطئ نعم، وأكيد كلنا خطاؤون، ولكن أحسن الخطائين اللي هو توابون. فهنا إذا كان أخطأنا نتعلم من ذلك الخطأ ونواصل مسيرتنا بالطبيعة. إذن هنا علينا كأولياء أن ننتقد السلوك ولا نجرح الهوية. السلوك شيء وابني شيء آخر. أنا غير راضية عن سلوك ابني، ولكني أحب ابني في جميع الحالات، فأنا أحتوي الشعور ثم أضبط ذلك السلوك الذي قام به. احنا حكينا على الاحتواء الوجداني وكيف أنه ضروري وكيف يجب أن نخصص الوقت لأبنائنا، ولكن لسائل أن يسأل، أكيد أنه كنا نتسائل في هذا السؤال، أو الأغلبية منا تتسائل في هذا السؤال،
بالحق لدينا كأولياء العديد والعديد من التحديات التي تعيق الاحتواء الوجداني. فمن بين هذه التحديات ضغوط الوقت. هنا نعرفوا أنه تسارع، أنه هنا هو عصر السرعة، أن احنا كنا نجري باش نحاولوا أن نوفروا لأبنائنا هنا كما قلنا الاحتياجات الفيزيولوجية اللي هو الأكل والشرب والنوم إلى آخره، ولكن علينا أيضا أن نوفر لأبنائنا الأمان، الانتماء، شعورهم بالانتماء إلى آخره. وهذا الكل بطبيعة باش يكون بتخصيص وقت عائلي مقدس. كما قلنا احنا قبل وقت النوم، هنا كذلك وقت عائلي، وهنا نجمو كما قلنا نلعبوا أو نتسامر، نتحدث، نتناقش في بعض المواضيع. وهنا يجي التواصل، نتعلم مهارات التواصل ونعلمها لأبنائنا كذلك حتى نبني الثقة تدريجيا معهم. وهنا نحب نجاوب الأخت وردة اللي سألتني، هنا التواصل مهم، وأنه ابني إذا كان أنا علاقتي في وقت من الأوقات ما كانتش كما يلزم، أو صارت إشكالية أو بعض التحديات في علاقتي مع ابني، فهنا يمكن باستعمال التواصل، باستعمال بعض التقنيات اللي ذكرتهم، وأنا ذكرت البعض ولكن يوجد العديد والعديد من الأدوات والآليات. فهنا يمكن أني بالتواصل أني نحكي، نتكلم، نحتوي ابني باللي يعني بالآليات اللي ذكرتهم أو ببعض الآليات الأخرى، لأنه يمكن أن هنا نمشيو للأخصائي أو نحتاجوا إلى أخصائي في بعض الأحيان، لأن احنا نعجزوا أمام حالة ابننا، فليس في ذلك عيب أن نلتجئ إلى أخصائي حتى يساعدنا في مرحلة معينة. فهنا اللي مطالب به الولي أنه يصبر، فليس لدينا عصا سحرية حتى نتمكن من التغيير بين ليلة وضحاها أو عشية وضحاها، ولكن نصبر، نستعمل كل الآليات الممكنة، نتعلم مهارات وآليات حتى نتمكنوا من أن احنا رجعوا علاقتنا بأبنائنا وأن نحتوي أبنائنا كما يجب. كيف هنا نشوفوا أنه يوجد التحيزات والقوالب النمطية، وهنا احنا علينا أن نمارس التقبل غير المشروط، أني نتقبل ابني كما هو. مش نحبك كي تجيب لي عدد باهي، نحبك لأنك أنت تتحصل على أعداد باهية في الامتحانات. الحب ينتهي بمجرد أن ما تكونش نتائجنا ممتازة، وهذا ما يكونش. كيف هنا نحكي على التكنولوجيا والإلهاء ونحن في هذا العصر الرقمي، فكيف نواجه هذه أو كيف نتعامل ونكون مواكبين لعصرنا، ولكن في نفس الوقت لا ننسى أنه لدينا واجبات علينا أن نقوم بها. فنضع بعض القواعد للوقت، نضع أوقات بدون شاشة، فالعائلة كلها تضع الشاشات في مكان خاص بعيد عنهم الكل، الأب والأم والابن. مش الأب يقول ابنه لا الشاشة لا أو الهاتف لا، وهو يكون في يده الهاتف ويتكلم يقول له لا الهاتف لا، في حين أنه الأب في يده الهاتف أو الأم تكون تستعمل في الهاتف، فهذا غير ممكن. إذا هنا نحيوا الشاشات الكل، نحيوا الهواتف الكل، ونقعدوا مع بعضنا حتى نعزز التفاعل وجها لوجه. أكيد وفي ختام محاضرتي وبعد ما تعرضنا إلى أهمية الاحتواء الوجداني، بعد ما تعرضنا إلى تأثيره على الجانب العصبي، على الجانب النفسي، على الجانب الاجتماعي، وقلنا أنه مهم جدا الاحتواء بالنسبة لأبنائنا. فهنا من نجم كان نقول في ختام محاضرتي أنه ما نزرعه احتواء في طفولة أبنائنا نحصده إنسانية إنسانية وتوازنا في مستقبلهم. فنحن هنا نقول أن ذكاءنا في إنسانيتنا، وهذا
هو شعارنا في لمة رمضان 6. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. شكرا مدام انتظار على كل ما قدمته من معلومات وأسلوب ممتع وشيق. خلينا هكا مركزين وما نحسوش بالوقت وما نحسوش أنه معناها طويلة. لا بالعكس، كان أسلوب ممتع وشيق وخلينا ننجذبوا لاستماع هذه المعلومات. يعطيك الصحة. نقرأ بعض الكومنتارات اللي تبعثوا ثم نفتح الباب للنقاش برفع الأيدي. إذن الأستاذ سامي قال: الاحتواء يساوي إصغاء، محاولة فهم، الابتعاد عن النقد، التشجيع، الدعم، وترك المساحة للطفل للوقوع في الخطأ الصغير، لأنه لا يوجد طريقة أفضل من التجربة للتعلم، وعلينا أن نتعلم من أركان الاحتواء الأمني العاطفي والجسدي. وقال: ممكن توضيحهم يا أستاذ؟ تفضل. أركان الاحتواء الأمني العاطفي والجسدي. هو موجود الأستاذ سامي لو ممكن؟ موجود. موجود. أي به. أستاذ سامي مرحبا بك، شكرا لك على السؤال. العفو. تفضل أستاذ سامي. لا، سؤالي كان هو تمكين تعريف الأمن العاطفي والأمن الجسدي وأهميتهم في حياة الطفل وفي تكوين شخصيته. شكرا لك أستاذ سامي. إذن الأمن الجسدي بطبيعة أنه احنا هنا نحافظوا على صحة أبنائنا، أن نوفروا له كل ما يمكنوا من أنه يبقى في صحة وسلامة جسدية. وبالنسبة للأمان العاطفي، أني أنا أتفهم مشاعره، أني أنا أحتوي تلك المشاعر وأتفهم ما وراء تلك المشاعر. فهنا أنا ابني باش نخليه هو زاده يعرف مشاعره، يتعرف على مشاعره، وأكيد هنا أنه هو باش يكون بطبيعة في أمان عاطفي، وإن شاء الله نكون في الاحتواء، يعني أنا باش نحتويه عاطفيا. هذا قصدك أستاذ سامي يظهر لي؟ أي تمام، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على الإجابة. يعيشك، شكرا. نواصلوا أستاذة مها. أيضا قلت مدام حنان وكذلك يلوج نحكيو على التصويرة في بالي لهنا لتراكم الإهمال. ما زلنا نحكيو على الصورة اللي سألت عليها أنت، لكن الوعي وتصحيح العلاقات كل ما يكون أكبر كل ما يعطي نتيجة أحسن. مدام سلوى بن سليمة. مدام سامي، مسيو سامي حضرت نص، ماذا بيا تعطوني وقت لقراءته إن شاء الله في بعد الانتهاء من فترة النقاش نعطيك الوقت لقراءة هذا النص. هنا نحب بالنسبة لي مدام سلوى وأستاذ سامي أكيد نعطيه الكلمة من بعد طبعا، وشكرا ليه بطبيعة على وجوده وعلى تدخله. هنا بالنسبة لمدام سلوى بالطبع هو كل ما كان أبكر كل ما كان أحسن بالطبيعة، ولكن احنا هنا ماذا بينا علاش احنا توا نتحدثوا على هذا، علاش احنا نختاروا في مواضيع من هذا النوع. احنا كأولياء علينا أولا أن نعي وأن نفهم قبل كل شيء، لأنه احنا مثلا كما قالت مدام ريم قبل، قالت أنا ما كنتش نفهم بنتي أو ما كنتش نتفهم شعورها أو نحس على الأقل حتى بشعورها في تلك اللحظات. فقط احنا اللي نشوفوه هو السلوك، هي النتيجة، ولكن ما نشوفوش ما وراء تلك النتيجة هذيك أو السلوك هذاك منين تكون، منين جاء، علاش ابني تصرف بتلك الطريقة. إذن يعطيك الصحة مدام سلوى. فكل ما كنا احنا واعيين أبكر فأكيد النتائج باش تكون أحسن. به
شكرا لكم، يعطيكم الصحة. تفضل أستاذة مها. مدام نيرة قالت الأمن العاطفي هو توفير الاحتياجات الحسية العاطفية. مدام تفضل. هذوما الكومنتارات. أضافت تويكا مدام نيرة قالت يجب علينا أن نصغي لأبنائنا منذ صغرهم وتعويدهم على البوح بمشاعرهم حتى نتمكن من فهمهم، وبالتالي تدريبهم على الحوار. ما نزرعه في مرحلة الطفولة نجنيه في مرحلة المراهقة. طبعا أستاذة نيرة، وأكيد في مرحلة المراهقة وحتى في مرحلة الكهولة. راهو عندما نعود أبنائنا على هذا، فأكيد أنهم هما في يوم آخر وقت اللي هما يصبحوا آباء ولديهم أبناء، فإنهم أكيد باش يكونوا واعيين وباش يتصرفوا بنفس الطريقة. فنحن هنا نبني جيلا في المستقبل، نبني أجيال المستقبل. نعم، شكرا أستاذة نيرة. مدام ريم تفضل، رفع اليد. مدام ريم لك الكلمة. وي أعيشك. شكرا مدام انتظار على ما قدمته، معناها بالحق محاضرة قيمة، وهذا الشيء من مأتاه لا يستغرب. إن شاء الله عليك، وإن شاء الله دايما بالتوفيق. حبيت معناها جو ريبوندي على كلام سي سامي، ملاحظاته تبارك الله عليهم، معناها بيرتينونت على الاخر، على العلاقة، أو ما نعرفش على الأمن العاطفي والأمن الجسدي للطفل. أنا نرجع بهم الاثنين للصحة النفسية في العائلة. الصحة النفسية اللي حكينا فيه البارح للوالدين وللأبناء، خاطر الشعور بالأمن العاطفي هو شعور بالطمأنينة، شعور كما قلت أنت في المحاضرة بالانتماء لك العائلة هذيك اللي توفر الطمأنينة، توفر الدعم النفسي، توفر مش التهديد مثلا، مش العقاب. كل ما قلت سيادتك معناها في المحاضرة هو إيجابي، تقبل الأخطاء متاع الصغير ونخليه يغلط، معناها نعمل له مساحة باش يغلط ونوريه قداش يتعلم الخطأ هذاك. بينما الأمن الجسدي هو معناها سلامة الجسد، هو الحفاظ على سلامته البدنية وتلبية الحاجات الأساسية اللي فيها هرم. الهرم معناها اللي ذكرته انت سيادك ماستو، اللي ذكرت معناها بالحق مربوطين ببعضهم، خاطر هما مش يكونوا الصحة النفسية اللي ينمو فيها الصغير من الطفولة للشباب للكهولة، اللي حكينا فيه الكل بين البارح واليوم. خليني نقول مش معناها مربوط الأشياء، لكن ديما السؤال يقعد. وتوا بالمحاضرة متاعك انت اللي قدمتها سيادتك، قداش وعيت للصحة النفسية للأولياء، قداش هامة وهامة جدا باش توفر الأمن العاطفي الجسدي العائلي، الاحتواء لهالعائلة اللي تكونت. هذا هو. نشكرك encore une fois، محاضرة رائعة جدا. شكرا ليك مدام ريم، يعطيك الصحة. وانت زادة بالحق محاضرتك البارح بالحق هي نجم نقولوا احنا المحاضرتين كأنهم تكملة لبعضهم، يعني انه احنا ما نجموا نتحصلوا على عائلة تكون بالحق متزنة وانها تمكن ابنائها من الاحتواء الا اذا كانت مهتمة بصحتها النفسية. بالحق يعطيك الصحة وشكرا على هذه حسيتها الإضافة. امتداد، بالحق حسيتها امتداد فريمون امتعتنا. بالحق. وشكرا للمدام مها على اختيار المواضيع، يعطيها الصحة. شكرا. شكرا ليك زيادة مدام ريم، يعطيك الصحة. وشكرا المدام مها، يعطيها الصحة. يعطيكم الصحة الناس الكل. هو راهو بالأساس احنا ما نجموش نكونوا موجودين ونفيدوا في المجتمع متاعنا لولا هذا الحضور الكريم. وهذيك علاش باش نعطي الكلمة تويكا المدام عفاف. أهلا وسهلا، يعطيك الصحة. إبداع بصراحة يا كوتش انتظار، إبداعتي. فقط هاك مداخلة بسيطة، وتعرفني قدام الإبداع يلزمني نتكلم، ما نجمش نعمل مداخلة. أكيد تفضل، وأنت المبدعة. تفضل مدام عفاف. الله يعيشك، شهادة أعتز بها يا مدام انتظار. دوك نتصور حسب رأيي الاحتواء الوجداني ما هوش رفاهية، معناها تو ولا ضرورة، وهو وعي تربوي عميق وعميق جدا. فمن هنا نأكد أنه وراء كل سلوك مزعج
الصغير هو في الأصل شعور ما احنا ما فهمناش كأولياء. الطفل كي يتغشش ولا ينسحب ولا ينعزل، فهو في الأصل ولا في الحقيقة معناها يطلب الأمان، قاعد يلوج على مساحة أمان يعبر فيها. وقت الولي يسمع ويسمي المشاعر ويفهم، يفسر مشاعر صغيرة ويفصل بين الخطأ وبين صاحب الخطأ وما يعاقبش، بالعكس يحتويه، فهنا يبني إنسان الغدوة متوازن في شخصيته. وديما يعني واحدة من الناس ديما نأكد ونحرص جدا جدا على ضرورة، خاطر الأولياء ديما احنا نركزوا على الظاهر متاع الصغير، على النتائج، على اللبسة، على كذا، ولكن شخصيا ديما نركز نقول المهم صحيح الكل مهم، ولكن الأهم من هذا الكل بناء شخصية متوازنة للصغير الغدوة. يعني صغير اليوم هو الشاب غدوة، وهو القائد غدوة إن شاء الله. هذا هو الاحتواء اليوم يصنع توازن الغد. يعطيكم شكرا. الصحة الكل. عايشك، شكرا ليك مدام عفيف، يعطيك الصحة على هذه الإضافة. شكرا ليك. عيشك. شكرا مدام عفيف. كنت معنا في بالي من بدينا لما لتوا، يعطيها الصحة على المواظبة. أي تدخلات أخرى أو نترك الكلمة إلى الأستاذ سامي قراءة النص اللي حضروا حول الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأسرة. في بالي سي سامي كان معنا، مثالش لك الكلمة لقراءة نص في انتظار إذا كان فما شكون يحب. أنا موجود، راهو ديما موجود. إذا تعطوني وقت نبدأ إن شاء الله. تفضل، مرحبا بك. تفضل. إن شاء الله ساعة صح شربتكم الناس كل، بارك الله فيكم على هاللمة وعلى هالوجوه النيرة، وإن شاء الله يا ربي ينفع بكم، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. أولا موضوع اللي كتبته طويل شوية، دونك مش تحاولوا توسعوا بالكم معايا. أنا ربطت بين المواضيع اللي حكينا فيهم في الأيام الفايتة وموضوع اليوم، اللي هو بين علاقة الاحتواء الوجداني والذكاء الاصطناعي وكيفية توجيه هذا إلى الآخر. وإن شاء الله يا ربي ما تقلقوش من حديثي برك، لعل تروه تكرار فقط. ليه بسم الله. الاحتواء الوجداني بين الحقيقة العلمية ومسؤولية الأولياء، بين آفاق الخيال العلمي، يمثل موضوعا يجمع بين البعد التربوي والواقعي وبين البعد الإنساني العميق. ففي النهاية الحياة اليومية لا تعد احتواء وجداني مفهوم نظريا مجردا فقط، بل ممارسة أساسية داخل الأسرة تجلى في طريقة الحوار وأسلوب التوجيه ونبرة الصوت ومدى تقبل المشاعر المختلفة دون تهوين أو سخرية. فالأسرة هي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الطفل كيف يفهم ذاته وكيف يتعامل مع انفعالاته ومع الآخرين. داخل الأسرة يظهر الاحتواء الوجداني في مواقف بسيطة لكنها حاسمة، ففي الاستماع الجيد وفي الاحتضان الابن عند خوفه بدل السخرية منه، وفي مساعدة المراهق على التعبير عن غضبه دون قمع أو عنف. كما أن العلاقة بين الوالدين أنفسهم تمثل نموذجا حيا يتعلم منه الأبناء معنى الاحترام ومعنى التفاهم وإدارة الخلافات. الجو الأسري المشحون بالصراخ والتوتر ينعكس مباشرة على نفسية الأبناء، بينما يسهم الجو القائم على الحوار والتقدير في بناء شخصية متزنة وواثقة. غير أن الاحتواء الوجداني قد يدفع الأبناء في البحث عن بدائل خارج الإطار الأسري، خصوصا في العالم الافتراضي. فعندما يشعر الطفل أو المراهق بعدم الفهم أو التقدير، قد يجد في مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية مساحة للهروب من الواقع، حيث يحصل على اهتمام فوري، تقدير سريع، ومع مرور الوقت قد يتحول هذا اللجوء إلى نوع من الإدمان، ليس حب في التكنولوجيا بحد ذاتها بل هروبا من فراغ عاطفي حقيقي. وهنا يصبح العالم الرقمي تعويضا مؤقتا عن الاحتواء المفقود. من هذا المنطق تبرز أهمية الوعي التربوي لدى الأولياء. في التربية لم تعتمد فقط على الخبرة الشخصية أو الموروثة أو الأساليب التقليدية، بل أصبحت تحتاج إلى معرفة علمية بأساليب التواصل الفعال، خصائص المراحل العمرية، طريقة الدعم النمو النفسي السليم. على الولي أن يكون واع ومدرك لكل العواقب أفعاله أو طريقة تعامله مع أبنائه،
وأن الحوار لا يعني ضعف السلطة، وأن القرب العاطفي لا يتعارض مع الحزم المنضبط. أضفت كما أن التثقيف في الجانب النفسي، وهذا بإذن الله كتاب نحضر فيه إن شاء الله قريبا يكمل، هو علم النفس الثقافي. التثقيف في الجانب الصحة النفسية أصبح ضرورة ملحة في العصر الحديث، ففهم مفاهيم مثل القلق والاكتئاب والضغط النفسي والتنمر واضطرابات السلوك يساعد الأولياء على اكتشاف المشكلات مبكرا والتعامل معها بالطريقة الصحيحة. تجاهل الأعراض النفسية أو تفسير على أنها دلال زايد أو تمرد أو قد تؤدي إلى تفاقمها. لذلك فإن الاطلاع على المصادر الموثوقة وحضور دورات تربوية واستشارة مختصين عند الحاجة كلها مظاهر لوعي مسؤول يسهم في حماية الأبناء. في النهاية باختصار، يبقى الاحتواء الوجداني مسؤولية أسرية أصيلة لا يمكن تعويضها بوسائط رقمية أو أنظمة ذكية، ومع تنامي تحديات العصر يصبح الوعي التربوي والتثقيف في مجال الصحة النفسية ركيزتين أساسيتين لبناء أسرة متماسكة قادرة على حماية أبناء من الانجراف نحو العزلة أو الإدمان الرقمي، وتوجيههم نحو توازن صحي يجمع بين العالم الواقعي والتقني دون فقدان الجوهر الإنساني. شكرا لكم وسامحونا إذا أطلنا عليكم. حاولت الاختصار، لو كتبت أكثر من هكا لكن حاولت الاختصار قدر الإمكان. يعطيك الصحة. شكرا أستاذ. شكرا سي سامي، شكرا لتواجدك معنا، معناها منذ اللي انت لقيت الرابط ودخلت معنا ما غبتش حتى حس. يعطيك الصحة. لك الكلمة مدام انتظار. عايشك. شكرا مدام هان. نحب اولا نشكر السي سامي، بالحق يعطيك الصحه على هذه الاضافه وهذا الاثراء للمحاضره. اذا حسب ما فهمت انك انت قاعد تكتب في كتاب يعني وباش تضع فيه اللي قلته هكا، كان مانيش غالطه يعني. أي بإذن الله أنا عامل كتاب كامل على علم النفس الثقافي إن شاء الله، على قريبا الله أعلم قديش، قريبا يمكن السنوات القليلة القادمة أو يمكن الشهر القادم الله أعلم أنا والظروف. إن شاء الله ربي يسهل إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله أكيد نشوفوا كتابك ونستفيدوا منه بإذن الله تعالى إن شاء الله يا ربي. ربي يوفقك إن شاء الله، وربي ييسر لك أنه هذا الكتاب إذا يظهر إلى النور ونشوفوه ونستفيدوا منه كذلك. إذا نحب نشكر كل الحضور على تواجدهم، على أنهم خصونا من وقتهم الثمين. هذه السويعات أو الساعة هي أو السويعات اللي في رمضان، يعني لأنهم عنا جمهور ما شاء الله وحضور وفي، فعنا معنا من أول رمضان إلى الآن متواجدين معنا، فيعطيهم الصحة، وبطبيعة اللي التحقوا بنا يعطيهم الصحة كذلك. نحب نشكر الناس الكل. نحب نشكر الأستاذة مها، وأكيد ما ننساش أني نشكر الأستاذ رضا بن عايشة على هذه اللمة المزيانة اللي بالحق أعطاني الفرصة أني نكون موجودة فيها، وأني كذلك نكون موجودة في فريق التنظيم في لمة رمضان. وبالطبع شكرا لك أخت مها، يعطيك الصحة، وإن شاء الله يا ربي في لقاءات قادمة بإذن الله. شكرا مدام انتظار على الحصة اللي مست قلوبنا قبل عقولنا. شكرا لك على هذه المداخلة اللي استكملنا بها سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية في لمة رمضان 6، لكن لمتنا مازالت متواصلة، مازال فيها برشا مفاجآت. غدوة إن شاء الله، غدوة الخميس 15 رمضان 5 مارس نستنوا فيكم غدوة، مش تستنوا فينا، احنا نستنوا فيكم انتم باش تسهروا معنا في سهرة الاختتام والتقييم والتكريم. سهرة غدوة مش باش تكون محاضرة، باش تكون سهرة استماع، سهرة وفاء وتقدير لكل شركائنا في النجاح. تكريم المحاضرين والخبراء اللي نورونا بعلمهم طيلة الحصص الماضية. تقدير لفريق التنظيم وجنود الخفاء اللي سهروا على إنجاح هذه الدورة. توزيع ولا شكر لكل المشاركين الأوفياء اللي كانوا معنا متابعين من القلب إلى القلب. وقبل كل هذا، غدوة هو وقتكم أنتم، غدوة باش نسمعوكم ونسمعوا آرائكم ونسمعوا تقييماتكم وانتقاداتكم ونقدكم البناء، باش نحتفلوا مع بعضنا بحصاد اللي زرعناه في قلوب
في قلوبنا وفي قلوبكم طيلة هذه الأيامات. موعدنا غدوة بنفس الوقت. تويكا في بالي فما شكون كان رافع اليد باش نعطيه الكلمة، مش باش نقول تصبح على خير. مدام حنان كانت مدام رافعة اليد. مدام حنان. أي مدام حنان، ايه تفضل صحة مدام حنان. الشبكة، صحة الشبكة الناس الكل، ويعطيك الصحة مدام انتظار على بالحق المحاضرة الجيدة هذه. جيست نحبك إضافة صغيرة هيك بالحق معناها نقولها إنه كيما تو تعرفنا معناها على إنه الأولياء ناقصهم فن التخاطب مع أبنائهم، فما زاد الحق وللأسف برشا معلمين ناقصهم فن التخاطب مع تلاميذهم. يعني نفس الموضوع هذا كولي والطفل كيف بين المعلم والتلميذ، حتى هذه ناقصة برشا. يعني فما تلامذة للأسف يكرهوا القراية، ما يحبوش يقعدوا في قسمهم خاطر ما يلقاوش المعلم اللي يسمعهم، المعلم اللي يجاوبوا معهم، كيما في المنزل ما يلقاش الولي اللي يجاوب معه. كيف نقطة هذه بالحق مهمة ياسر، إن شاء الله نحكيو فيها في وقت آخر. إنه للأسف برشا تلامذة يكرهوا القراية لخاطر ما يلقاوش المعلم اللي عنده فن التخاطب. فقط هذه الإضافة بالحق اللي حبيت نقولها. شكرا يعطيكم ليك. الصحة. يعيشك مدام حنان. بعد إذنك مدام مهان نجاوبها. تفضل. أكيد. يعيشك. بالحق هو موضوع مهم ومهم جدا، وإحنا هنا نظرا لضيق الوقت، ولكن هو الاحتواء الوجداني صحيح للأبناء في العائلة وكذلك في المدرسة. ولكن أنا هنا خيرت أني فقط نتحدث على العائلة، ولكن بالحق مدام حنان يعطيك الصحة أنه هنا توجد تحديات أخرى لأبنائنا خاصة في المدرسة. لأنه إذا كان أنا ابني ما لقاش المكان او ما حسش بالانتماء، لانه هنا نحكيو على احتياجات. اذا كان ابني انا ما حسش بالامان مع المدرس نتاعو، ما حسش بالانتماء لتلك المؤسسه التربويه اللي هو موجود فيها، فهنا احتياج من بين احتياجاته لم يلبى. فبالتالي اكيد انه ابني في الوقت هذاك ماهوش باش يكون مرتاح، فهو باش يمشي للمدرسه نتاعو يمكن انه هنا ينفر حتى من المدرسه. واذا كان هو مشى للمدرسه وما نفرش منها ماهوش باش يكون مرتاح، لانه ما يشعرش بها ما يشعرش فيها بالامان. وقلنا الامان من بين احتياجاته. ما يشعرش فيها بالتقدير، لانه مثلا المعلم اذا كان او المعلمه، وما نقولش الكل هنا نذكر البعض لانه الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه بالطبيعه، لكن هذا موجود وما ننكروهش. اذا كان المدرس او المدرسه ما عرفش يتواصل مع ابني او ما اشعروش بالثقه في ذلك المكان، فهنا اشكاليه اخرى. وهنا صحيح والموضوع يطول ويطول، وان شاء الله في مرات قادمه نتطرقوا له. شكرا لك مدام حنان على ملاحظتك. حاجه اخرى بربي مدام مهان نحب نذكرها، انه فما شكون في الكومنتير قال معناها يحب تتعرض على الشاشه او حاجه كيما هكا. مدام نيره قالت مدام نيره يظهر لي، اي قالت من صاب المواضيع تطرح على شاشه التلفاز حتى تعم الفائده. احنا محاضراتنا موجودين على قناه اليوتيوب، قناه لمة رمضان، فتنجم تلقى كل المحاضرات موجودين على قناة اليوتيوب مدام نيرة. شكرا مدام مهان. شكرا مدام انتظار. كما قلت مدام انتظار، كل الحصص ولا الحلقات متاعنا وسهرياتنا كلهم موجودين على قناة اليوتيوب، وين نهبط فيها من نهار بنهار معناها على الجروب الواتساب وصفحة الفيسبوك. معناها ممكن ساعات يعطل شوية، ممكن مشكل ريزو فقط، لكن موجودين الكلهم على قناة اليوتيوب. احنا باش نخلو لكم الروابط ان شاء الله غدوة في الكومنتارات. احنا راهو موجودين، لكن هم ما يطلعوا لكمش على خاطر ما فماش جيم، ما فماش كومنتير، ما فماش رياكت، ما فماش بارتاج. هيك علاش معناها تحس انه شويه ناقص. هذايا هو معناها اللي ناقصنا احنا. غدوه شويه نخلي دعم لكم الروابط، شويه دعم. اي احنا نحب الدعم. يحتويونا مدام مهان. اي احنا نحبوا الاحتواء. بالضبط. نحبوا هكا نلقاو قلوب وجمات واحد، خاطر حتى احنا زيد ما نجموش نبدعوا كان ما نلقاو الاحتواء. بالنسبه لموضوع التعليم راهو تم اقتراحه معناه في الحصص السابقه، وممكن تكون معناه موضوع لما او موضوع معناها مداخلات في وسط العام. هذيك علاش احنا عندنا سهره غدوه باش نحكيو فيها على اقتراحاتكم. مرحبا بكم غدوه، ونحبكم تحضروا معناها الكل.
اللي حضرته من أول رمضان لتوا باش تعطيونا الزبدة معناها كيما نقولوا اللي أنتم تشوفوا فيه في المستقبل واللي أنتم تشوفوا فيه نقص كان في الحلقات السابقة وإلا معنا احنا نقبلوا كل الانتقادات هكا ولا لا مدام انتظار على خاطر احنا ما نجموش احنا ما نطوروا نقولوش انتقادات يا مدام، هي بالعكس احنا نقولوا ملاحظات، نقولوا ما نستفيدوا به من اللي يحضرونا بطبيعه، لانه ارائهم تهمنا، فاحنا ما راوهيش انتقاد وما راوهيش، احنا بالعكس نراوها افاده، نراوها اثراء لينا، ان نشوفوها بالحق اشياء تساعدنا في المستقبل ان احنا نحسنوا من مردودنا ونحسنوا من لمتنا بطبيعه. إذا في بالي نوصلوا لهنا، في بالي نوصلوا للختام، لكن نختموا مع مدام نيرة ثم نقول لكم تصبح على خير. تفضل مدام نيرة. يعطيكم الصحة الناس الكل. جيست أنا حبيت نقول معناتها إنه المحتوى متاعكم البناء المزيان برشا مصاب يتعرض على شاشة التلفاز. نقصد معناتها إنه الإعلام أو دور الإعلام الكبير اللي ياخذ معناتها ماذا بينا ينسج على نفس المنوال متاعكم، يكون على خطاكم. هذا شنو نقصد، يعني في أوقات الذروة نشوفوا برامج معناتها تنجم تكون حتى مخلة معناتها بالأخلاق الحميدة وما تكونش معناتها فيها معناتها أهداف واضحة وللأسف معناتها وقتها تكون فما أطفال يتفرجوا. هذا شنو نقصد، يعني الإعلام مصاب معناتها يقدم برامج هادفة، برامج معناتها واعية ومفيدة للجيل متاعنا اللي نشوفوا فيه الحقيقة قاعد يشوف في قدوة معناتها في المسلسلات، قدوة خايبة برشا. ديما نشوفوا فما البطل يكون معناتها تاجر مخدرات والبطل يكون معناتها مجرم، وهكا نشوفوا معناتها الشباب متاعنا يقتدي معناتها بغير وعي للأمثلة هذه اللي خسارة بالحق. هذاك علاش انتم تقدموا في محتوى مزيان، محتوى محلاه، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. هذا شنو حبيت مصاب الناس الكل تكون عندها نفس الوعي متاعكم، وهذا هو. يعطيكم الصحة الناس الكل. يعطيكم الصحة الناس الكل كما قالت مدام نيرة. نعرفش مدام انتظار كان عندك إضافة؟ لا، فقط حبيت نشكر مدام نايرة على معناها على كلامها، يعطيك الصحة وشكرا ليك، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله في المستقبل بإذن الله نحاولوا أن نكونوا متواجدين، علاش لا. إن شاء الله. وتوا باش نقول لكم تصبح على خير وبقية سهرة ممتعة. تصبحون على ألف خير. تصبح على خير الناس الكل. على خير. على خير. على خير. خير.